الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى الهادي الأمين. اللهم ارحم والدي وإخوتي وكل موتانا وموتى المسلمين، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وانصر إخواننا في غزة في فلسطين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم مشاهداتي الكريمات، مرحبا بكم مع وصفة رائعة، وصفة بسيطة اقتصادية، دون لحوم دون فرن. وصفة غراتان تاع اللوبيا الخضراء مونشتو او لي زاريكو، يعني كما نقولوا له حنا في قسنطينه هنا نقولوا له زاليغو. اللوبيا الخضراء نقولوا له الزاليغو. هنا المكونات، يعني حتى راح نعطيكم الصور فقط لاني ما كنتش راح نحط لا فيديو، فكرتها صغيره فقط يعني بسيطه، حبيت نشارككم بها. عندي فلفل حلو راس ولا تنين على حسب الكميه، جزر، وهو طبعا يعني اللوبيا الخضراء اللي هي اساس او المكون الاساسي لهذه الوصفه. راح نبداو يعني الوصفه تاعنا. نجيبوا حبه تاع بصل كبيره حسب الكميه اللي حديروها. حطيت شويه زيت ونحطها تتقلى في الزيت مع ملح فلفل اسود. وهنا يعني اونتر طون كيما يقولوها، هنا راني ديجا كنت حطيت الزليقو تاعي، قطعته صغير كيما شفتوا في البدايه وحطيته على فابور، يعني حطيت نفورو. وقطعت هذاك الراس الفلفل والجزر. الفلفل هنا عندي راس مختلط شوي بدا يحمر، حطيته ماشي شرط الفلفل تاع الخارج. كيما الايامات هادو كاين الفلفل الاحمر، وصدقوني البنه تاع الفلفل الاحمر في الذوق في الوصفات كيما هذه مع الروز مع راهو يجي يعني بنه مميزه عن اللون الاخضر. لكن انت سيداتي هذه فكره درتها فقط بسيطه، تقدري تغيري فيها، تقدري ديري غير الفلفل الاخضر. المهم باش نمدوا البنه للزليقو تاعنا بدون لحوم، وراح يجي صحي، خضر رائعه. هنا بعد ما فار هذاك الزليقو تاعي وقطعته رقيق هكذا، راح نخلطو. الخلطه ديك قليتها ومرقتها شوي باش طيب، لان يعني هذه يعني الوصفه تاعي راح طيب هكذا لا فرن لا والو. سي بوغ سا لازم البصل والجزر والفلفل لازم يطيبوا. زدت لهم شويه ما كيما شفتوا، مرقتهم خليتهم طابوا، زدت عليهم الزليقو، زدت شويه ثوم. مادام هنا الطبق تاعنا دون لحوم باش يجينا بنين، زدت له شويه يعني سنينه تاع ثوم. قد الكميه اللي تحطوه راح تعطيه نكهه طيبه. صدقوني يعني البنه من الرائحه تاعو راهو بنين بزاف بزاف. جربوه. وصفه بسيطه جدا ولذيذه. نحركوه مليح نخليوه. هنا انا تعمدت نديرو دون يعني بدون طماطم، اذا كان حابين تحطوا له الطماطم حب حطوا له. انا الخضر نشتيها بلا طماطم، ومن بعد تشوفوا طريقه التقديم. نخليوه ينشف لنا شويه، نروحوا نوجدوا له البيض نتاعو اللي راح نحطوه تاع الكراطه نتاعنا. قطعت فيه شويه تاع فخوماج قد ما عندك، ولا لانه يعني ماهوش صحي بزاف ما نكثروش منه خصوصا على الدهون. واذا كان تحبوا الفخوماج حطي النوعيه اللي عندك سيداتي، غابي اي نوعيه. شويه معدنوس عفوا البيض راني حطيت فيه ملعقه تاع كريم فريش كيما تشوفوا باش تجيني باش يجي البيض تاعي طري، يعني العظام ما يجيوش يابسين في الكراطه نتاعنا. واذا ما عندكش كريم فريش عوضيها بشويه حليب، يجيك الكراطه نتاعك طري كيما تشوفوا، وهايل بزاف بزاف. البنه جا رائع ما شاء الله يعني ولا اروع. هنا نطفيو عليه، تحبي تغطيه وتخليه حتى ينشف وطفي عليه سيدتي. طريقه التقديم كما قلت لك انا ما حطيتش فيه الطماطم، نحب درك في الصيف نحطها هكذا صوص طوماط تبان وتجي بنينه وتعطينا منظر، يعني يخلي وليداتنا ياكلوا الطبق. الديكور ايضا اختياري، هنا حبيت نحط فقط بالاحمر حبيبه طوماط سيريز هذيك يعني لوكال. هكذا باهي لوليداتنا باهي ياكلوا، جا رائع ما شاء الله. نتمنى فقط اذا عجبتكم لا فيديو والوصفه ما تنسونيش الجديدات من الاشتراك، القادمات جيم، بارتاج، تعليق لتدعيم القناة. وإلى اللقاء مع وصفة أخرى بإذن الله تعالى، وشكرا، سلام.